بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي ترون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فرح ورحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم. إن هذا لوق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار. فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن. اللهم كما
صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى روح صاحب هذا المولد الإمام الحبيب علي الهبشي ثم يصوب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا ويشفي أمراضنا يقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وعلى من أسلافنا الصالحون مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيها. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قدها. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ما سارت العيس بطن سبساب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وكل من للنبي صحاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصل وسهل ما قد تصعد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد على البرايا جاها وارحام. يا
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد صل عبد بالحق يعرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد خير الورى منهجا وصواب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد الطير يمن غنى فطرا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. ينصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله لقد عليه. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صل يا عليه. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أسفى الأسفياء. السلام عليك أسفى الأسفياء.
السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأتقياء السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأتقياء السلام السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام السلام عليك من رب السماء السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المظلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه صلى الله خلق عليه الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب نعم لنا من والى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه. العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه. بعلم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد صلى الله على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر
اللهم صل وسلم بأجل الصلوات أجمعها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في كلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه يتصل بها روح المصلي عليه به ويتصل في قلبه نور سر تعلقي به وحبه وينور بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه ودلال الشرف الأصلي بودي وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. إلهي أنت تعلم كيف حالي إلهي أنت تعلم كيف حالي فصل حبلي فهل يا سيدي فهل يا سيدي فرج قريب فهل يا سيدي فرج قريب فصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلينا وتوب علينا عسى نتوب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائف وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائف وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائف وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائف وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب أقبل السعد علينا
الرسل العطائف وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائف وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى في المشارق والمغارب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب يا جمالا قد تجلى في المشارق والمغارب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائف وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائف وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء والعطاء والمألوف يا أهيل المعروف العطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم بها جرى غراة للملهوف إنكم بها جرى غراة للملهوف إنكم بها جرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء لنا نلنا المنى زلال العنا وفى الهنا
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وحده والبشر أدحم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم بأسرار تخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فأنبلغ بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاوي لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون وما من سلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التأمل الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموت استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة صلى الله عليه بعالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حيا لكر ظهوره وبارفت على قديم هذه الحروف بأن يركب بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه تشريفا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. فإن تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه ما بت من أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني بشفاعة هذا النبي الشافع آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله
صحبه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل صلى الله عليه مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل صلى الله عليه عليه ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابه القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه ومعتبر الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله يا أبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء صلى الله عليه قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله وقد ورد من عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله وسلم عليه وسلم عليه كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه قد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه لما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله فاستولى هذا عليه النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه صلى الكريم الله عليه عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله وأمه التي هي في عليه المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة الله فتلقاه عليه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وشوى بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه آية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا عليه تشكو من ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميع اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة صلى الله والجوهرة عليه المسونة والكون كله يمسي في سرور سرور وابتهاج صلى الله عليه هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله كل عليه دابة
قريش نطقت بفصيل عبارة صلى الله عليه من كمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله ولم عليه تزل السماوات متضمحة بذل الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله الله في عليه الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في من أعني الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن واسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران فيه شفاء للصدور ورحمة فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا وتنال في الغرفات خير مكاني. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى قسما بالنجم حين هوى والمعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي
وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب عن وضع هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين نتعج سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله ماذا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد Saya khusyuk, jangan sampai berasa kerja. Saya khusyuk hadiraki Rasulullah dalam hatinya. Asyraqal kaunu btihajan bi wujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun ya Rasulullah wa sururun يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم نغرت واستغيروا بجمال يا رسول الله فقافي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يحسوره العهد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين اللهم صل على محمد وسلم وبارك عليه سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جوار خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا اللهم صل على وسلم بارك عليه يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي أستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي أستغفرون الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلام مستمر كل حين يتجلى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في إبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقرباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درعك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره وعم ببركاته وشريف وجاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات
وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نهتم هذا الدعاء المولد شمت الدرار في مجلس المحبين في هذا الليل وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.